هذه المتابعة أنا أعوذ بالله من كلمة أنا إنسانة اللي عشت طفولتي كيف الناس، الحمد لله على كل حال. عشتها مع خاوتي والدية، الحمد لله ما يخصني والو. بعد هذا الشي كامل كان خويا الكبير نعيط له بابا الثاني في التليفون، كتبته بابا الثاني داير لي الدنيا دنيتين وجامي ننسى خيره. عام بعد عام جا نهار وين خويا حب يتزوج، ولا يقول لي شوفي لي كاش وحده تعرفيها تكون بنت فاميليا. قلت له يا اخي انت عندك صاحبتك والله يبارك واعيه واستاذه وشابه وتبان بنت فاميليا. قال لي لو كان شفتها حابه دير دار ما نقولكش شوفي لي كاش وحده تعرفيها وحابه تتزوج. المهم داروا ليام اللي نشوفها نقول نخطبها لخويا ونعاود نندم كي نشوف فيهم تصرفات ما يعجبونيش، اللي راكم تعرفوها تلقاوها مع الاخر خارجه طريق ولا ما هيش تاع دار. قلت ما نقدرش خويا نجيب له وحده يعني ماشي من النوع اللي حب. ما عليناش، حنا رجعنا نعيشو في الصحراء مع بابا، وهذا خويا بقى في البلاد خدام، ما كانش عايش معانا، كان عايش مع خوالي، وحنا كنا نروحو في لي فاكونس برك للبلاد ونولو نتلاقاو في دارنا. واحد النهار قال لخالي اعطيني سمانه نروبوزي نروح للصحراء نشوف دارنا. عطالو كونجي جا للصحراء شافنا وفرحنا به. كنت كي نشوفوه كي شغل هذيك هي الدنيا وما فيها. جا فرحان جابلنا كبش باش يفرح ماما وبابا وخوتي صغار. المهم جابلنا كل الخير، ربي يزيد له في رزقه وانا وحده منهم. واش من تليفون واش من حوايج اللي كادو، الحمد لله على كل حال، ربي يعوض له ما اكثر. ايام بعدا جوز يامات تاعو فرحان معانا وراح. ناضت جارتنا اللي اونفاس جات قاعده تقصر مع ماما هي وبنتها. قالت لها هذاك هو ولدك الكبير الله يبارك. قالت لها كنت نسمع فيه كيفاش يضحك ويقصر مع خياته من هذا المنبر، تعرفوا باللي قرعاجيه. المهم من هذيك الفرحه بقيت نمر لها وشرا لي خويا وفرحني. نطقت هذيك الجاره وقالت لبنتها شوفي ربي يعطيك سعد كيما هذا، يتهلا فيك ويديرك بين عينيه. انطقت انا قلت لها اما لا ايا زوجوهم اعطينا بنتك. قالت لي اذا كتب ربي هاي ليكم نشرت غير لهنا. قلت لها خساره عليك راكي تعرفينا وبيناتنا 10. قالت لي هي بالذات كي جيت نعرفكم راني قلت لكم هاي ليكم اذا كتب ربي. ونط انا فرحانه ودرتها في راسي. لحق الصيف بابا قالنا نروحوا للبلاد ونرحلوا، قالنا خلاص تخدمتي في الصحراء هذيك هي ارحلنا. كي جينا رايحين نبقوهم على خير جارتنا وبناتها قاعدين يبكيو وحنا نبكو. كي لحقت البلاد قلت لخويا ايا نزوجك بجارتنا تاع الصحراء. قلت له باش هكا تبقى العلاقه مع احبابنا ونطولوا العشره. قال لي وري لي نشوفها. وريتها له، ربي يسمح لي تصورها كانوا بالفلتر، عجباتو قال مليحه. نط انا بديت نعيط لها ونقصر معاها هي ويماها. قلت لها شوفي اهدري مع باباك باللي راح نجو نخطبوا. يا والمراه فرحت، قالت لي علاش تشقوا رواحكم وجو تخطبوا ومن بعد. قالت لي نهدر مع باباها وكي تجو ارواحوا ديرك ديروا الخاتم. انا تالمو قتلت لي النيه. قلت لها مليحه صح، وكنت واش نقول لخويا يقولي ديري واش يساعدك. والله ماما ما رايتش واش كنت انايا نراي وندير كاع واش يهوالي. كي قبلوا الحق وقت الفيونصاي داني خويا شرينا لها الجهاز الله والله غير واش نشري لها نشاورها. وخويا عريت هذاك النهار من فرحه شريت لها غير من مول العين، والحمد لله نيتي تسبق. اي نهار رحنا للصحراء كرينا مرسيدس كبيره دينا كاع لا فامي ورحنا فرحانين. كي لحقنا غدوه من داك السيد كي شافها قالنا دوك نولو، والله ما ندير الخاتم ما عجباتوش باسكو كان يشوفها غير بالفلتر وهو خويا جاي بيض وشباب الله يبارك. نوت انا قلت له والله غير تندم. قلت له لا غير بنت فاميليا. قلت له كي تشوف بابها عاقل ومربي وزيد يخافوه بناته اعرف بلي هذاك هو الصح. يا ودي الوالدين قبل الطفله بالعقل حتى رضيته. المهم نهار الفيونصاي من نهار هذاك الى يومنا هذا ما شفت نهار مليح مع خويا، ولا تهدر معاه كالشيكوره وتشرط له واحد الشروط عجب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وفي دارهم ولات شيكوره لانه هما ديجا قيسهم قيس رواحهم. كي خطبها خويا عم بالهم نعرفوا شدات وهو نورمال خدام وجاي شغل فحشوش، هذا ما كان ماشي نقولوا لاباس به مليونير.
وكانت تعيط لي خدها تقول لي اسمعي واش تهدر عليكم وراهي تقول هكا وهكا وندير وهذه خدها، ولا غير كانوا حاقرينها مسكينه كي كان خاطبها واحد قليل. المهم كانت تقول لي راهي تهدر مع واحد اخر وتعيط لي ونسمع. انا ما حبيتش خويا نغدرو، قلت له هاوليك واش كاين، وعطيت له يسمع بوذنه. قال لي انا اصلا كرهتها، قال لي هايلك واش راهي تشرط لي وهاي واش راهي تقول لي. قال لي في الاول قاتلنا يماه نطلب لهنا واللي عليكم جيبوه. المهم قالنا راهي تشرط لي 50 مليون وزاد شرطت لي باغور تاع ذهب تاع 40 وطلع والجهاز من فوق وهو يخلص لها الصاله تاع العرس. قال لي هاوليك ربيك شفها. راح حتى للصحراء وعيط لها قالها راني تحت داركم دوك تهبطي لي صوالحي كي الخاتم كي كلش. قالها روحي شوفي لك واحد ولد بلادك يهمبر بك. كي خافت يدير لها تبهدايل عطات لخوها الصغير هبط له صوالحو، كل واحد بعدها في طريقه. داروا ليام ناض خويا يهدر عليا عند لافامي بلي انا السبه باش خلاها، وحكيت لهم كاع واش صرا وحلفت لهم. قلت لهم نقول لكم حاجه، اذا ما رجعتهالوش مانيش فحله. وليت نهضر معاها في الفيسبوك ما بينتلهاش بلي خدها اللي كانت تجيب لنا اخبارها، ما بينتلهاش بلي كان على بالي واش كانت تقول له وتهبل فيه وتشرط له. قلت لها نعلو الشيطان ورجعوا لبعضاكم، ما تخلوش العديان يضحكوا عليك. كانوا عندي صحاباتي تما ما كانوش حابين كيخطبها خويا، يعني بين قوسين. قالت لي شوفي هو اذا يقبل وشوفي يما كي تقبل. قلت لها شوفي انا ندبر راسي. قالت لي اوكي. كي رجعتهم لبعضهم وخرجت روحي كي شعره من العجين. كان يقول انا سبه، اما لا انا رجعتها له لا هكا درت حاجه مليحه. جبت روحي حتى جا النهار وين دار لاضات تاع العرس وحده وبعت لها دراهم بلا ما على بالنا بحتى حاجه وما دخلناش رواحنا. المهر تاعها عطاه لها بالتخبيه علينا يدبر راسو. كي قرب العرس قالنا باش نوجدوا الحلوى، وراكم عارفين العرضه والعرس داروا في الصاله. رحنا جبناها فرحنا بها درناها خطنا ربي شهد علينا ونسينا اللي فات وربي يجيبها لي كتبت عليكم. من هذاك النهار خويا اللي كان خويا رجعته لي عدوية. والله يا ناس والله من نهار جات عروسة انا قعدت في داري باسكو جات عروسة مور ما رحت انا عروسة، انا تزوجت قبلهم مالقري صغيرة، يعني هذا التفصيل ما دخلتش فيه لانه ما يهمش في الحكاية. نهار انحقرت في داري جا خويا داني كنت نتوحم، ما عجبهاش الحال كي شافتو كان يحن عليا، حبت تشوفو يقعد ما يهدرش معايا كاع حياته وقعدت تشنف عليه. انا تزوجت قبلها في سبتمبر وهما في مارس، بصح هي رفدت قبلي. نهار زيدت هي كنت انا 4 شهور بالجوف، تسمى كي انا رحت غضبانه كانت عندها طفله في عمرها 2 شهر وانا بالجوف. وكي قولها ديري لي نتعشى تقول له روح عند اختك. كنت انا ندير له وش يحب كي يجي عندي. وش نقول لكم الحكايه طويله. انا كي جا راجلي رجعني لداري طلب السماح بقيت في داري حتى نهار تعيط لي ماما تبكي تقول لي هاي لك واش دارت لي هاي واش دارت لي. بين قوسين العروسه هذه كي شافت خويا حب يفتح كوميرس وحده حبت تديه لبلادها. هكذاك كان الحال، اداتو لبلادها اللي هي الصحراء، وبنت خويا قطعتها عليا وليت نشوفها غير في المنام. كي كنت نروح للصحراء عند صحاباتي بنت خويا نشوفها غير من بعيد ونبدا نبكي ويصبروا فيا صحاباتي. قالوا لي جي نهار وين تولي تحوس عليك بنت خوك. وهذا الصيف اللي فات جات للعرس تاع وليد عمتي تلاقينا في دارنا، مع العلم ولا تهدر مع دارنا نورمال، بصح انا دارتني عدوه لانه عايرتهم في التليفون وقلت له روح داوي روحك، الناس كاع راهم يضحكوا عليك يقولوا داتو على والديه. مع العلم خويا كي كنا احنا في الصحراء وهو خدام في بجايه ونقولوا له ارواح تعيش معانا وتخدم هنا، يقولنا لا نجي نشوفكم ونروح، ما نحبهاش الصحراء. المهم قلت لكم كي تلاقينا في دارنا ورحت نسلم عليها، وش دارت لي لالا طبعتني وانا نفرصي في روحي باش نسلم. قلت والله ما تزيد تشوف وجهي في وجهها. يومين مور العرس تاع وليد عمتي كي كنا في العرس قبل بنت خويا كانت بالحمى وغير تبكي، ما حبت تقعد عند اختي، ما حبت تقعد حتى واحد، بقيت غير انا شادتها وساكته وندير لها في الدواء. يماها بعثت لي بنت عمي جات نحتها لي من بين يديا، قلت لها خليها تقعد عندي، ما قيمتنيش بنت عمي المصفاره، قلبت وجهها ودات الطفله عند يماها. وبنت خويا كي ولينا للدار ولات تجي ترقد معايا فوق السرير، ويماها تجي تقولها اروحي نوضي، والطفله تقول لها نقعد عند عمتو.
مع العلم يا ناس أول مرة تعيط لي عمتو ما كانتش قاعدة تعرفني، أول مرة تشوفني ملي شفتها في عمرها 3 شهور راحت وداتو للصحراء، من تما ما تلاقيناش حتى العام اللي فات. بنت خويا ولا في عمرها قرب 4 سنين باش شفتها، وأول مرة تشوفني حبتني. قلت لها أنا عمتو، عنقتني وقالت لي ما تقوليش لماما عنقتك، قالت لي ماما تضربني وتقول لي هذيك غولة. تكويت من العام اللي فات اليوم ما زدت شفتها، حتى سمعت بلي زادت ولدت طفل وسمعتو على باباها، مع العين باباها حي. على كل حال ربي سهل عليها وليدها دبر راسها. بصح يغيظك الحال خوك زاد عنده طفل وعماتو ماشي حاضرين، شحال واعره يا ناس. انا كي سمع زاد عنده طفل رحت درت ستوري وقلت bienvenue notre bébé d'amour dans notre petite famille، وعشت الاحساس وحدي. ربي عالم به هذاك الاحساس، حنانه العمه وحدها. ومن هاد المنبر نقول لكم يا بنات، هادو اللي راهم يوروا في البنات باش زعما يتزوجوا غير ما كان له، اذا حب خوك يتزوج يشوف وحده، الصحابات ما فيهمش لا من حاشا اللي ما يستاهلوش. والله ما كذبت عليكم ولو في كلمه. وهذا خويا الى يومنا هذا ما يهضر معايا ما نهضر معاه. من نهار سمعت باللي مرتو تهضر عليا عند جيراننا اللي في الصحراء وتقول اللي مات صحاباتي بناتك راهم يهضروا مع لوستي ويوصلوا لها اخباري، وهو تان قال خو صحاباتي واحد الكذوب، ربي عالم بهم هذوك الكذوب. لا اله الا الله محمد رسول الله. نط نبعث له لي ميساج فوكو رخصته، قلت له روح ترقي على روحك، راهي رجعتك داندو، وقولها يا السحاره يا هكا يا هكا، خلاص باينه باللي ما يكونش يسمح بيناتنا. مالغري يلحق العيد نبقى نستنى يعيط ومن بعد نقول ولا غير نعيط. انا كي نعيط يرفد يسمع قلت الو يكوبيلي، يروح يعيط لماما يقولها ما نسحقاش تزيد تعيط لي. انا نقول لك روحي حسبي الله ونعم الوكيل يا مرت خويا الى يوم الدين، بعيد الشر على ولاد خويا، نتمنى لهم ربي يسترهم. صح انتي اللي حقرتي بابا في دارك وحقرتي ماما ودرتي فينا اللي ما يندرش، قل لك روحي وكيلك ربي. ولاد خويا اللي راني مشتاقتهم، راني حابه نتلاقى بيهم، كي نموت بصح يتلاقاو بيا في الجنه ان شاء الله قبل ما يتلاقاو بيك كيما قطعتي بين الدم تاعنا، ربي وكيلك. وصلنا لنهايه هذه القصه، هي صح قصيره بصح معبره. نوصيكم على صلة الأرحام. يا ناس رانا في واحد الوقت كارثة، ولاو لا فامي ياكلوا بعضهم، ولا البراني خير. ما فهمتش علاش وصلنا لهذه الدرجه. قلت لكم في القصه السابقه تاع هذاك ام الفرنسيه، دائما انتم جهتكم صفوا قلوبكم وحاولوا ترضوا عائلتكم وتصيلوا الرحم. ما مدى حاوزوكم وطبعوكم بون ماش راح نقول لكم عفسوا على كرامتكم، بصح حاولوا من جهتكم انكم تصلحوا العلاقه، لانه رانا في وقت يخوف. لا فامي ما ولاوش كاع يتفاهموا مع بعضهم، ولاو عديان، ولاو هدايا كل هذا، ولينا نخافوا من لا فامي اكثر من البراني، ولا الحسد والغيره والحقد بين العائله. لازم نحلوا هذا المشكل، لازم كل واحد راهو يسمع في هذه القصة عنده انفامي واحد من عائلته ما يهدرش معاه يعيط يطلب السماح. والله يا خوتي شوفوا ماشي تقولوا زعما كي نطلب السماح نطيح من قيمتي، خموا في الدين تاعنا، خموا في الآخرة تاعنا، لأنه هذه الدنيا والله ما تسوى حاجة، ما تسواش جناح بعوضة الدنيا هذه. صح في الآخرة، صح كي ربي يجازينا، صح كي نلقاو الخير تاعنا اللي درناه والصدقة تاعنا اللي درناها، أفعالنا المليحة تستنى فينا باش تنجينا من النار، باش تنجينا من عذاب جهنم اللي راهو يستنى في أغلب الناس. شكرا لكم، نتمنى تكونوا اعتبرتوا من هذه القصة وارتجوها مع أصدقائكم، وخلونا الجنب في الفيديو للمزيد من القصص. وأي واحد يحب يبعث القصة تاعو يتواصل معايا عبر الجيميل والواتساب اللي راح أخليهم لكم في التعليق المثبت تحت هذا الفيديو. مع السلامة، نلتقي في قصة جديدة إن شاء الله.